مرحبا بكم في قناه الذكاء الاصطناعي بالدارجه. كتسمع بزاف على الذكاء الاصطناعي ولكن ما عارفش منين تبدا. اليوم جبت لك 7 ديال الادوات ديال الذكاء الاصطناعي، كل اداه كتخدم في مجال مختلف وكلهم فابور اللي غادي يبدلوا الطريقه ديالك الخدمه والدراسه وغادي يعاونوك في كل شيء ويخليو الابداع ديالك يتطور. الاداه الاولى كتربط ما بين جيميل، جوجل درايف، نوشن ولا اي تطبيق، وكتخلي كل شيء يخدم اوتوماتيك بلا ما تحرك صبعك. مثلا اي ايميل فيه مرفق يتصيفط مباشره لجوجل درايف. هذه خدمه ديال المحترفين وكتقدر تبدا فيها فابور كيخدم مع اكثر من 8000 تطبيق. هذه الاداه غادي خصك تجربها الا كنتي بغيتي اوتوماتيزي شي حاجه. الاداه الثانيه جوجل اي اي ستوديو، وحلتي في شي حاجه وانت خدام جوجل اي اي ستوديو بحال الا عندك واحد المساعد معك كيشوف الشاشه ديالك وكيشرح لك خطوه بخطوه. وبالضبط هذا الشيء كاين في لوبسيون ديال ستريم ريل تايم، يعني كتعطيه لاكسي ليكرون ديالك كيشوف داكشي اللي كتشوف ويهضر معك. كتبغي تعرف كيفاش كيخدم اكسل ولا شي حاجه في بريمير برو ادوبي، سول وغادي يجاوبك في الحين. مساعد ذكي ومجاني وعنده قدره كبيره في التعليم. الاداه الثالثه بربلكسيتي اي اي، بحال جوجل ولكن منظم بزاف وكيعطيك الاجوبه مع المصادر ديالها. بربلكسيتي اي اي مفيد للطلاب والناس اللي كيديروا المحتوى ولاي واحد كيدير البحث في الانترنت. كتب سؤال وغادي يعطيك جواب في دقيقه ومع الروابط للمصادر الاصليه. الخدمه كتخلي البحث اسهل واذكى ومجانيه 100%. ممكن دير فيه حتى البحث العميق، وفي النسخه المجانيه تعطيك 3 ديال المرات دير البحث العميق في النهار. الاداه الرابعه نامبكن اي اي، عندك شي فكره وبغيتي تحولها لتصميم زوين، نامبكن اي اي كيديرها في ثواني. كتب جمله بحال اهميه تنظيم الوقت وهو كيصاوب لك انفوغرافي احترافي. تقدر تستعمله في انستغرام في العروض ديالك ولا حتى في شي فيديو. خدمه ذكيه سهله وحتى التصاميم اللي كيقترحوا اوتوماتيك وفابور. الاداه الخامسه اللي هي تشات جي بي تي. الناس كيعرفوا تشات جي بي تي بحال شي روبو ديال الدردشه، ولكن راه اكثر من هذا الشيء وبزاف. كيعاونك تكتب، تحل مشاكل، تشرح المفاهيم، تكتب لك كود، تولد افكار جديده، ومن الاخر اي حاجه بغيتي دير وفي اي دومين كتخدم فيه. نسخه مجانيه قويه بزاف وبدايه مثاليه لاي واحد بغى يدخل العالم ديال الذكاء الاصطناعي ويتعلم شي حاجه. الاداه السادسه اللي معنا هي ليوناردو اي اي. بغيتي تصاوب شي تصاور خياليه بالذكاء الاصطناعي، ليوناردو اي اي كيولد لك صور واقعيه بجوده عاليه. غير كتب البرومبت ديالك اللي هي الامر اللي فيه داكشي اللي بغيتي تقاد وغادي يقادو لك في ثواني. مثالي للناس ديال الانستغرام، تيك توك، وحتى تصاور الطباعه ديال البي او دي ديال برينت اون ديماند، التيشيرتات والبوسترات وداكشي. فيه بزاف ديال الستايلات كثيره وجاهزه و150 كريديت في النهار في البلان ديال الفابور. الاداه السابعه اللي معنا هي نوت بوك ال ال ام، وكيتيقولوا الاخر مضخم. خليت لك هذه الاداه ديال جوجل خياليه. بغيتي تكتب اي حاجه بحال شي مدونه، شي بلوغ ولا شي دوكيومون، اي بوك ولا بودكاست، بغيتي شي حد يعاونك وينظم لك الافكار، نوت بوك ال ال ام بحال شي دفتر ذكي كيتفاعل معاك، تيكمل لك الجمل، تيقترح وتيشرح. بحال دابا كتبتي بغيتي تكتب شي مقال على الذكاء الاصطناعي ولا على شي حاجه، غادي يعطيك الخطه والعنوان والافكار وكل شيء، وهذا الشيء في واحد الواجهه اللي هي سهله وبسيطه. وهذا الشيء كامل فابور من عند جوجل ديالنا. ايوا هكا ولات عندك واحد 7 ديال الادوات قويه وكلها فابور في الدومين ديال الذكاء الاصطناعي، من الاوتوماتيز، من البحث للصور للكتابه. شنو هي الاداه اللي عجباتك وبغيتي تجربها؟ قول لي واش نوت بوك ال ال ام ولا ليوناردو ولا تشات جي بي تي؟ خليو لي دي كومونتير. ولا عندكم شي اقتراح ديال شي سوجي ولا بغيتو تعرفوا شي حاجه ولا شي اداه كاينه هنايا ما عرفتوش ليها ولا شي توضيح، كتبوا لي في الكومونتيرات. ان شاء الله غادي نحاول ندير فيديو ونشرح اي حاجه ان شاء الله. ايوا خلي لي شي تعليق وما تنساش اللايك والسبسكرايب ديالك وشارك الفيديو مع اي واحد باغي يزيد الانتاجيه ديالو وباغي يتعلم الذكاء الاصطناعي. شكرا بزاف وخليتكم على خير.